يا ستي جهزت لك الفول. انا مش عارفه ايه سر حبك للفول على السحور. هو ينفع سحور من غير فول؟ طب هو ايه علاقه الفول بالسحور اصلا؟ الحكاية بدأت من أيام المصريين القدماء، من ساعة ما اكتشفوا حبوب الفول في عصر الأسر الأولى، وكان أكلة المصريين القدماء المفضلة، وبالذات الفول المدمس، وكانوا بيحطوه في إناء فيه مية، وكانوا بيحطوه في مكان فيه رماد وبيسموه المستوقد. وكلمة مدمس دي أصلها الطريقة اللي بيتعمل بيها الفول، واللي أصلها الترس، لكن اتحرفت مع الوقت وبقت مدمس. وتمر السنين على طبق الفول المدمس لحد ما يبقى عنصر أساسي في صينية السحور، واللي اتشهر بجملة مسمار البق، وحصل عليه إشاعات كتير جدا. والإشاعات دي كانت بتقول إن اللي بياكل الفول على السحور مش بيجوع، وناس تانية قالت إنها هتبطل تاكل فول عشان الفول بيعطش، وناس تانية قالت إنك لو اتسحرت فول وشربت بعده عرق سوس مش هتعطش ولا تجوع طول اليوم وانت صايم. بس كالعادة الكلام مش بيخلص، لحد ما خرج دكاترة التغذية بنفسهم في كذا لقاء تلفزيوني وقالوا إن الفول نوع بروتين قوي جدا، وإنه مهم يدخل الجسم بشكل دوري، لكنه زيه زي أي أكل هيتهضم ومش هيفضل في البطن، وإن الفول مش بيأثر خالص على احتياج الجسم للمية وللسوائل. بس من ساعة ما ارتبطت شعائر رمضان بالفول على السحور وكل الناس اعتمدت الفكرة، وما بقاش ينفع يكون في بيت في مصر ما فيهوش طبق فول على السحور، لدرجة إن مطاعم الفول والفلافل في مصر بتتقفل. ده غير إن أرباح مطاعم الفول في رمضان بتزيد بنسبة 60%. ومن أيام المصريين القدماء لحد النهاردة بقى مربوط عندنا صوت المسحراتي وهو بيقول اصحى يا نايم بريحة طبق الفول وهو قدامنا على السحور. بس لأن الأم المصرية اجتهاداتها تفوق الحضارة المصرية، بدأت تدخل حاجات تانية في طبق الفول زي الطماطم والثوم، واللي اتشهر الطبق ده باسم فول الصلصة، واللي كان اجتهاد شخصي جدا من الأم علشان تغذي ابنها بكمية بروتين علشان خايفة على ابنها من الصيام. وعلى الرغم من ان طبق الفول اكتشاف مصري قديم وعادة مصرية، إلا انه معروف لحد النهاردة بطبق الغلابة، لانه مربوط بفكرة ان الناس غير المقتدرة هم اكتر اشخاص بتاكل الفول. وبس كده، يا ترى سحورك النهاردة فول سادة ولا من اجتهادات ست الحبايب؟ انا صفا دهب، ودي رحلة صفا، تابعوني.